النهارده الفالنتاين أو اللي بيسموه عيد الحب، وبيني وبينك كده يا حبيب أخوك إحنا مش بتوع الحاجات دي، إحنا مش لاقيين حد يبُص لنا أصلًا، وفي مصر كده عندنا عادة غريبة إن لازم كل عيد حب يشغّلوا فيلم حب البنات، ليه؟ ما أعرفش، بس بتلاقيه في كل حتة حرفيًا. فتعالَ نتكلم وأقول لك ليه فيلم حب البنات من أكتر الأفلام اللي واخدة أكتر من حقها. على فكرة الفيلم لطيف، بس كَم التعظيم وإن واو! ده أجمل فيلم في التاريخ، فلأ خالص، الفيلم لطيف وفيه حب، بس عادي، فاهم؟ الفيلم ده أنا طلعت منه بحاجتين، أولهم عم أشرف عبد الباقي، أشرف عبد الباقي كان فشيخ في الفيلم ده، كم الmemes اللي طلّعها اللي شغالة لحد دلوقتي والإفيهات بتاعته اللي كانت جامدة أوي، اللي كانت ضايف أحسن حِس كوميدي للفيلم، وعلى فكرة الدور ده لو كان راح لأي حد مكان أشرف عبد الباقي كان هيعمله وِحِش أوي، بس ده أشرف عبد الباقي فاهم؟ والموسيقى التصويرية العبقرية لعمر خيرت، من أحلى الحاجات اللي الواحد سمعها في أفلام عامةً. غير كده الفيلم فيه أفورة وعبثيات كتير أوي، أوي، زي المشهد الغريب أوي بتاع خالد أبو النجا وهو عامل فامباير تقريبًا، والمشهد بتاع نستمتع بممارسة الحب مع الصديق والجار، والّا المشهد الأيقوني اللي أنا كل ما باشوفه باضحك. حازم صوته جميل قوي يا زغادة. هو كمان بيغني؟ بتغني؟ والله الحاجات دي لمّا كنت باشوفها وأنا صغير كانت عادية قشطة تعدّي فاهمني، لكن الحاجات دي دلوقتي بتضحّك أوي، أو تحس كده إن هو مع مرور الزمن لأ الفيلم فعلًا فيه حاجات عبيطة، مش زي سهر الليالي اللي مثلًا كان واقعي جدًا مع إنهم الاتنين نفس المؤلف تامر حبيب، ده غير ليلى علوي اللي كانت فعلًا بتأفور شوية في أدائها، والأستاذة طبعًا هنا شيحة، وعامةً مشاهد هنا شيحة مع أستاذ خالد أبو النجا من أرعب الحاجات اللي أنت ممكن تشوفها في حياتك. شوف بعد كل اللي قُلته ده ما زال فيلم لذيذ مش وِحِش إطلاقًا. ولو دلوقتي قدامي حب البنات قشطة هاسيبه وهاتفرج عليه عادي، بس هو تيك توك والريلز بقى نفخته نفخة جامدة أوي بصراحة هو مش قدّها، ودايمًا نمشي بمصطلح إن أي حاجة بتزيد عن حدّها بتتقلب ضدها، وده اللي حصل مع الفيلم ده، ولو ما لقيتش حد يقول لك happy valentine day فما تستناش إن أنا أقولها لك بصراحة، وبس كده يا حبيبي أخوك، سلام.